المحترم طلعت يوسف قال كلام عظمه على جمهور الزمالك وما بنسمعوش في الاعلام. قال لك ايه بقى؟ المذيع بيساله بيقول له يا كابتن طلعت، معتمد جمال ممكن يحفز اللعيبه ازاي قبل اخر ماتشين في الدوري؟ طلعت يوسف قال له ولا اي حاجه، اللي عنده جمهور عظيم زي الزمالك مش محتاج تحفيز، الجمهور ده يحرك الحجر. اللي معتمد ممكن يعمله يجيب فيديو جمهور الزمالك وهو بيندع على لعيبه الزمالك بعد ماتش الاهلي وبيهتف ليهم ويشجعهم ويفرجوا للعيبه ويقول لهم ان جمهوركم واثق فيكم للنهايه. انا بقول لك اللي عمله جمهور الزمالك فيه عظمه وذكاء، وزي ما تقول قول ان جمهور فريقه يكون خسران 3 ومش في اي ماتش، ده ماتش ديربي، وبعد الماتش يهتف ليك ويشجعك، ده ذكاء ما شفتوش عند جمهور في العالم. الناس دي اكبر من انهم يكونوا مشجعين كوره عاديين كده، الناس دي دكاتره ومثقفين وعارفين هم بيعملوا ايه وامتى يدعموا وامتى يشدوا على لعيبتهم. لان اي جمهور تاني فريقه خسران ماتش ديربي 3 هتلاقي ازاز بتتحدف ولاعيبه بتشتم وحاجات من النوعيه دي، وشفناها في مصر كتير الفتره اللي فاتت. لكن جمهور الزمالك عمل الجديد اللي مش بنشوفه، ولعيبته نفسها ما كانتش تتوقع رد الفعل العظيم ده. عشان كده انا لو لاعب في الزمالك وشفت رد فعل الجمهور ده، انا هنزل استموت في الملعب، مش هطلع من اي ماتش غير بالفوز تقديرا للجمهور العظيم ده. واحنا كجمهور الزمالك بنقول لك شكرا يا كابتن طلعت.